سلام البنات، صحة مولودكم وكل عام وانتم بخير. ورجعت لكم بوصفة جديدة ودرك ان شاء الله رايحين نحضر مع بعضنا طمينة المولد. رايحين نحضروها بالسميد. نبداو على بركة الله في المكونات. نجيبوا الكسرونة نحطوا فيها كاس تاع زبدة تكون دايبة، نديوها على النار تسخن ونعاودوا نرجعوها، خليوها تسخن مليح. بعد ما سخنت البنات، انا ما صورتش كيف هديتها تسخن، ضيفوا لها كاس تاع عسل ناقص 4 كاس، غير 4 تاع العسل. عندي كاس خليط يعني بين المكسرات، عندي كميه من الجرجلان محمصه، كميه من الكاوكاو، وهذا اختياري. لكن حبيتوا تضيفوا ملعقه تاع اكل حلوه الترك. نميكسيو المكونات كامله مع بعضها حتى نشوفوا الخليط تاعنا تجانس وتبدل اللون نتاعو. تحصلوا على خليط يكون شويه كريمي كما راكم تشوفوا. في الوقت هذا نضيفوا نحبسوا نحو الميكسور، نضيفوا الكاس الاول تاع السميد اللي كنا حمصناه. طبعا كما قلت لكم البنات هذه طمينة السميد، انا كنت في القناه تاعي الاولى حضرتها لكم يعني بالقمح، مره هذه حبيت نغيروا شويه. الكاس الثاني البنات ما تضيفوش كامل لانه نوعيه السميد تختلف، ممكن يكون يشرب، قادرين تديو كاس غير 4. كما انا لهنا البنات ما درتش الكاس الثاني كامل، خليت فيه كميه قليله. لازم نخليوها تكون طريه البنات، ما تخليوهاش حتى تنشف مليح. شوفوا القوام اللي تحصلوا عليه، هذه الكميه اللي بقات لي. وانتوما ممكن تدي معاكم 2 كيسان. نغطيوها ببابي فيلم ونخليوها تريح، خليوها حوالي 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. انا خليتها تقريبا 10 دقائق البنات كما راكم تشوفوا، بقات طريه يعني ما شحتش. والسر تاعها البنات اللي يخليها تبقى لكم طريه هو ان احنا مكسينا قبيل العسل والزبده، هذاك الشيء اللي يخليها من بعد ما تخرج لناش الزبده من الفوق. طريقه التزيين كما راكم تشوفوا، انا استعملت شويه لوز وحلوه الترك يعني الشاميه في التزيين. نتمنى وصفتنا اليوم عجبتكم البنات، وان شاء الله تجربوها في المولد. طريقة تقديم البنات تبقى اختيارية، كل واحدة واسلوبها وكل واحدة وطريقتها. شوفوا البنات لهنا تقريبا بقات واحد الساعة حتى الساعة وحاجة. شوفوا كيفما بقات طرية، وتصبر معاكم حتى نهارين البنات وهي طرية. واللي حابه تزينها بالقرفه البنات ننصحكم انكم تحطوها في الثلاجه قبل التزيين تتماسك مليح، ويعاودوا خرجوها وزينوها بالقرفه. صحه مولودكم، ما تنسوناش بلايك وبارطاج. مع السلامه.